اشتركوا في قناة ديزاد فوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. كما شفتوا المنتخب الجزائري أقصي من الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا، إقصاء بطريقة يعني غريبة نوعا ما، بعيدا عن الحكم، بعيدا عن الأعذار. صح الأربيتر نحن ضربة جزاء، كان ينذر اللاعبين تاوعنا، مي احنا المنتخب تاعنا كان 0 في 0، ولا هجمة ولا تسديدة على الإطار ولا هجمة منظمة، ما كان حتى تمريرات بين اللاعبين، ما كان ولا شيء. التشكيلة اللي دخل بها بيتكوفيتش هي يعني تقريبا تشكيلة غريبة نوعا ما. دخل بزروقي في الوسط مكان بن ناصر عوض الدخول بعبد اللي. قرر اللعب ب4 مدافعين رغم ان المنتخب النيجيري يلعب اوسيمان وادامز في الهجوم، يعني كان قادر يدخل بالعيد على الاقل باش يجيب الكرات العاليه، مي هو فضل الاعتماد على ماندي بن سبعيني. امامهم زروقي في وسط الميدان، على الجهه اليمنى بوداوي، على الجهه اليسرى شيبي كصانع العاب او كمهاجم وهمي تقريبا مازا، وفي الامام تقريبا عموره ومحرز كانوا تقريبا يدخلوا للعمق ويديروا الضغط على المنتخب النيجيري، وبعد ذلك كانوا يتحولوا على الاطراف. ما شفنا حتى خطوره، ما شفنا حتى فرص، ما شفنا ولا شيء من المنتخب الجزائري. اداء غريب جدا، اداء يعني حيرني بصراحه. ما درنا ولا شيء، حتى التغييرات جات متاخره، عوض ما يدير المدرب تغييرات مع بدايه الشوط مع بدايه الشوط الثاني، يختار المدرب البقاء بنفس التشكيله. وبعد ما سجلت علينا نيجيريا هدفين قرر يدير 3 تغييرات، بولبينا بونجا حاج موسى، لكن بعد فوات الاوان. بعد ذلك دخل عبد اللي مكان بوداوي، ودخل ايضا بركان مكان عمورة. ما تغير ولا شيء. المباراة انتهت في الدقيقة 55 على ما أظن بعد الهدف الثاني للمنتخب النيجيري. هذا يعني إقصاء غريب جدا، يعني ما درنا والو، ما درنا ولا فرصة. 10 تسديدات للمنتخب النيجيري مقابل 0 للمنتخب الجزائري، يعني النتيجة كانت قادرة تكون ثقيلة جدا. يعني هذه الحاجة اللي غير مفهومة في المنتخب الوطني في المباراة تاع البارحة. إقصاء يعني أثبت لنا أن هناك عدة لاعبين خلصت الصلاحيات تاعهم، محرز، ماندي، زروقي. هدرناها بزاف. هذا الثلاثي ايت نوري ما راهش يقدم في المنتخب، حجام احسن منه، حجام مصاب على بالنا. ولا شيء، يعني ما درنا ولا شيء في المباراة، يعني امر غريب جدا. انا حرت علاش الاصرار على نفس اللاعبين والكوادر والخبره والتجربه؟ واش جابت لنا الخبره والتجربه؟ ما جابت لنا والو. جابت لنا الاقصاءات المتتاليه، جابت لنا النتائج المهينه. هذا واش جابت لنا الخبره والتجربه، بعيدا عن الظروف هناك في كاس افريقيا في المغرب. ما جابت لنا والو الخبره والتجربه. محرز يمشي في الملعب مش قادر يلعب، مازا ما لقاش مع من يلعب، عمورة تائه لانه ما لعبش في المنصب تاعو، مهاجم ما عندناش مهاجم، يعني ما عطاوش الثقه المهاجم شاب، بقينا نلعبوا غير بونجاح، وحتى كي ما يلعبش بونجاح في الشوط الثاني يدخل بونجاح. ما درنا ولا شيء، يعني غريبة جدا، يعني أمر محير ما حدث لنا في الدور ربع النهائي في كأس إفريقيا. يعني المنتخب النيجيري هاجم يفتح اللعب، كيف ما قدرناش نكريو عليه فرص. نورمالمون على الأقل نلعبوا الهجمات المرتدة، اسكو الهجمات المرتدة تلعبها بشيبي ومحرز، هجمات المرتدة ما تلعبهاش بشيبي ومحرز وزروقي اللي ما يسترجع ولا شيء، واللي كان لاعب سيء جدا في الوسط. عوض الدخول بعبد اللي دخلنا بزروقي، وعوض الدخول ببلعيد في قلب الدفاع واللعب بثلاثي في محور الدفاع. لعبنا بماندي اللي يرتكب اخطاء كارثيه كيكون علينا الضغط دوما. بن سبعيني ما كانش في نهارو. بالنسبه لي لوكا زيدان ما نقدرش نحكم على لوكا زيدان لانه تصدى لبعض الكرات وسجلوا عليه هدفين. الهدف الثاني ما يتحملش المسؤوليه تاعو، الهدف الاول ربما نوعا ما ما نقدرش نحكم على لوكا زيدان ان نحملوا المسؤوليه. وين كانوا الكوادر والخبره والتجربه؟ ملي فتحت هذه القناه وانا نحكي على اللاعبين الشباب، على اللاعبين الصغار، على اللاعبين لازم تجديد، وقلت لكم باللي محرز باللي بعد مباراه السودان ما تقدرش تحكم عليه. محرز ما تقدرش تحكم عليه بعد مباراه السودان، وما تقدرش تحكم عليه بعد مباراة الصومال وهذه المنتخبات المتوسطة والضعيفة. محرز حكم عليه ضد الكونغو، واش دار محرز ضد الكونغو، ضد بوركينا فاسو؟ واش دار محرز ضد غينيا؟ واش دار محرز البارحة ضد نيجيريا؟ لاعب ميت بدنيا، ما يدير حتى مساهمات، ما يدافع ما يهاجم. الهدف الأول ما بريساش اللاعب النيجيري في الجهة اليمنى، وكانوا كل الهجمات على الجهة اليمنى. هجوميا ما كان يقدم ولا شيء. هذه هي نتيجة العاطفة، هي الإقصاء، هي الخيبات المتتالية. وتروح تلعب كأس العالم بهذا وزيد يصرالك نفس الشيء، إلا إذا حدث تغيير وعطينا فرصة للاعبين الشباب
الا اذا ولات الاستدعاءات بعيدا عن العاطفه. دينا عطال مصاب مش جاهز، دينا توغاي مصاب ومش جاهز، دينا عده لاعبين مش جاهزين، دينا لاعبين من الدوريات الخليجيه اللي متوقفه منذ شهر قبل كأس العرب ونتكلوا عليهم تقريبا كلاعبين كوادر. دينا ماندي اللي لعبنا به شحال من كأس افريقيا وحنا نخرجوا في الدور الاول باخطاء كارثيه دفاعيه. هذه هي الحاله، هذه هي النتيجه. كما تجددش المنتخب تاعك وتبقى تمشي بالعاطفه الشرعيات الاقدميه. ان شاء الله يديروا تغيير قبل ما يدخل قبل ما تخلى اكثر واكثر، باش نروحوا لكاس العالم بطريقه افضل، وباش نواجهوا منتخبات عالميه بافضل اللاعبين ماشي بلاعبين منتهي الصلاحيه. شاركونا بارائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك، اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.